السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنعمل في ناس بيقولوا على دي ترس الأفران، في ناس بيقولوا عليها راس بعجوة، زي ما سموها. هنعمل الشكل الرائع ده، طعمه رائع جدا، المقادير كمان اقتصادية، إن شاء الله تعجبكم. طبعا أفضل من الأفران، وحاجة كمان نظيفة انت بتعملها لولادك بكل حب. زي ما تعودنا قبل ما نبدأ أي فيديو هنصلي على أفضل خير خلق الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنسمي الله وهنقول. معانا كيس خميرة عبارة عن معلقة كبيرة خميرة، هحط عليها كوباية مية، وهنزل كمان بكوباية لبن. يبقى كده أنا خدت كوبايتين في البداية، كوباية مية وكوباية لبن من المج اللي بنستخدمه للشاي. معايا 3 معالق ممليين سكر من سكر التموين، ولو مش سكر التموين هيبقى تلت كوباية من السكر اللي هو الناعم، بنفس المج اللي بنستخدمه مج الشاي. نزلت كمان بنص كوباية زيت إلا معلقة، واحنا عارفين المعلقة بنحطها امتى. وهبدأ ألم العجينة وأعجنها وأشوف هتحتاج مية قد إيه. طبعا هتحتاج يعني معايا مية تاني، بس احنا زي ما اتعودنا اللي المبتدئين بننزل واحدة واحدة. هنعمل عجينة خفيفة زي الزلابية كده، بنشط فيها الجلوتين وبخلي العرق فيه مطة. انا عايزة اعمل فيها مطة. هفضل اروب فيها شوية كده، وممكن تغطيها كمان 5 دقايق 10 دقايق كده لما تخمر معاكي وتزيد. انا بقى استعجلت زي ما انتوا عارفين كده، وببدأ هنزل بكمية الدقيق كلها. معايا الدقيق كله اصلا عبارة عن كل كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. انا نخلاه وحط عليه رشة ملح. اللي نزلت بيه ده معلقتين كبار ممليين سمسم، معلقتين كبار من ريحة الكحك. وريحة الكحك دي يا جماعة بتيجي من عند العطار، ريحة الكحك بتيجي من عند العطار. هبدأ ألم العجينة كلها وأعجنها بإيدي وأشوف هل هتحتاج مية معايا ولا لأ. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ نلمها. إلا أول مرة يشوف قناتي، معاكم إيمان زهران من مطبخ إيمان زهران. أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك. وطبعا بشكر كل المشتركين الجدد معايا في القناة، جزاكم الله خيرا، زادكم الله فضلا ورزقكم الله من واسع فضله. هنبدأ كده نعجن العجينة لغاية ما نلمها كده. قبل العجينة عما اتلمت كده خدت مني خدت معايا 2.5 كوباية إلا معلقة. هحتاج كمان معلقتين وانا شغالة اخدمها على الرخامة. يبقى كل كمية السوائل قد 2.5 كوباية زائد معلقتين، 2.5 كوباية زائد معلقتين. كل مرة او لاحظته بيختلف معايا كمية السوائل حسب نوع الدقيق، لان انا يعني بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات. انا جايباه يعني كل مرة بجيب من مكان مختلف، فمش ممكن ما يكونش نفس النوع اللي بشتغل بيه كل مرة. الدقيق ده متعدد استخدامات، فدايما ينزلي بالراحة. هنا انا شغلت العجينة وخلاص بدأت تديني مطة والعجينة اتخدمت حلو. هبدأ هنا انزل باخر حاجة معلقة الزيت. ده طبعا بعد ما اشغل الجلوتين في العجينة واخدمها حلو والاقي العجينة بتمط معايا، يعني العرق بتاعها اشتغل. اخر حاجة بدخلها معلقة الزيت، ومعلقة الزيت هبدأ اعجن فيها كده عشان اضمن كمان العجينة مش هتقطع معايا. في المرحلة دي العجينة هتتلمي معاكي بدون تقطيع، هتبقى دخلتيها واحدة واحدة كده في العجين وانتي فرداها. هبدأ ألم العجينة معايا طرية ناعمة مش بتلزق في الإيد. العجينة طرية ناعمة مش بتلزق في الإيد. هحطها لغاية ما تضاعف حجمها في مكان مظلم. هنا بقول لكم خدت قد ايه مية، واحنا قلنا خدنا 2.5 كوباية زائد معلقتين مية كمان من المج اللي معايا. المعلقة دي معلقة سمنة بلدي أو معلقة زبدة، أي حاجة انت بتحبها. دي كانت معلقة زبدة على سمنة اللي هي هستخدمها دي في هرس العجوة. حطيتها على وش العجينة، يعني بدل ما احط على وشها زيت لا عملت في ايدي كده معلقة السمنة، قمت حط على العجينة وسبتها تخمر. هنا معايا نص كيلو عجوة، احط عليه معلقة سمنة بلدي او معلقة زبدة المتوفر عندك، او اي نوع سمنة انت بتستخدميها. وهبدأ اقورها عشان تبقى سهلة معايا في التشكيل، سهلة معايا في التشكيل. طبعا اللي انا بالنسبه لي العجوه جت قليله، يعني المفروض احتاج العجوه دي 500 جرام. المفروض العجوه دي الكيلو دي كنت احتاج 650 جرام. هذا طلعت الهواء بعد ما العجينة علت معايا، وبدأت أفردها على رخامة زي ما انتوا شايفين كده، بفردها بإيديا. وهبدأ أعمل طريقة جديدة معاكم للتقطيع وسهلة جدا. هبدأ أجيب الكوباية اللي احنا كنا بنعايب بيها اللي هو مج الشاي العادي، وأبدأ
اقطع كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الحته دي مش باينه في الجهه في الجنب، بس اهو زي ما انتوا شايفين. وهتيجوا قدامكم تاني وانا بقطع. هنبدا نقطع كده كور. الكوره اللي هتيجي معاكي معوجه انت هتظبطيها بايدك. اهم حاجه انت اضغطي حلو قوي عشان تطلع العجينه مقوره حلو كده زي ما انتوا شايفين. كده. وهبدا اقطعهم واحطهم على الرخامه. عما اقطع كل كميه العجين. طبعا اللي بيتقطع العجين اللي بيفضل ده انا بلمه وببدا اشكله من جديد تاني كور. هنا ببدا اخد اول كوره انا عملتها وافردها خالص قرصه مفروده. دي اول طريقه. لا اما تسيبيها الكوره زي ما هي كده وتبداي تعملي كده، بس الطريقه دي مش هوجعها معاكي، لان في الشكل اللي احنا بنعمله ده شكل الترس، هيجي الجوانب مش هتبقى العجوه ملياها قوي، هتبقى العجوه متركزه في النص. فالطريقه دي حلوه لو هتعمليها قرصه عاديه بس كده. اما لو هتبداي تقطعيها زي ما انا هقطعها كده، لا انصحك ان انت تفرديها بالطريقه اللي هنقولها دلوقتي واحنا شغالين. هبدا هنا اخد المقص وابدا اعمله. انا بصراحه مش بستخدم المقص، انا بستخدم السكينه، لاني بحس المقص الجوانتي بيلزق في القرصه وانا شغاله، الاحسن بالنسبه لي السكينه. طبعا انا جايبه لك طريقتين للتشكيل، اللي تعجبك اشتغلي بيها. عايزه تعملي بالسكينه اعملي، عايزه تعملي بالمقص زي ما انا بعمل كده اعملي. ده بيرجع لك انت حسب ما انت مرتاحه وشايفه ايه اللي مريحك. هنا هنبدأ كده نعملها. طبعا واحنا بنشتغل كده ما ننساش اخواتنا في غزة، ندعي لهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارفع للحق راية يا ربي، لا تجعل لليهود عليهم سلطان، اللهم لا تجعل لليهود عليهم سلطان، اللهم انصرهم. وما تنساهمش من الدعاء. وطبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في ناس كتير بتلم الوقت لغزة وجهات موثوق منها يعني ساهموا. ربنا يجعلنا يا ربي يعني من الناس اللي بتساهم، وجعلنا يا رب ممن يأمرون بالمعروف فيأتمروا، اللهم آمين. هنبدأ نعمل زي ما انتوا شفتوا كده. هنفرد العجوة على شكل قرصة، وببدأ ألم عليها العجينة زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ هنا أفردها على الرخامة وهبدأ أقطعها بالسكينة. وده اللي أنا بحب أشتغل بيه، اللي أنا أفردها بالسكينة. ما ننساهمش دايما من الدعاء من الصيام، واحنا صيام اثنين وخميس، او اللي بيصوموا ربنا يعني يجزيهم خير. اللي بيصوموا كتير، في ناس صوامة قوامة على طول ما شاء الله لا قوة الا بالله. دايما يذكروهم ويدعوا لهم ويدعوا ربنا كمان يصلح اولادنا. ودي مهمة اوي صلاح اولادنا يا جماعة، لان اولادنا هم اللي يعني زي ما بيقولوا شباب المستقبل، هم اللي بإيدهم نصرة الدين. طبعا يعني ما احنا بنربي ولادنا على الإيمان والخوف من ربنا، بيطلعوا كده ذرية طيبة. طبعا دايما استعينوا بالله. هنا انا بقول لكم بفرد الكوره في ايديا وببدا المها زي ما انتم شايفين كده من كل جانب. استعينوا بالله في تربيه ولادكم، لان والله فعلا احنا اضعف من اللي احنا نربيهم. احنا بنربي ولادنا على حاجه وبيخرجوا بيتعلموا حاجات تانية. فدايما استعينوا بالله على تربيه ولادكم. ربنا قولوا يا ربي وربي لنا ولادنا. انا دايما بدعي كده، لاني انا دايما بقول انا عاجزه ان كنت انا ولا زوجي في تربيه ولادنا. فيا رب ربي لنا ولادنا على التربيه اللي ترضيك، يا رب ربي لنا ولادنا على التربيه اللي ترضيك. فدايما قولوا يا رب ربي لنا ولادنا، يا رب ربي لنا ولادنا. احنا نعجز دايما قدام ربنا بينوا عجزكم، لان ربنا هو الملك. فالملك يحب عباده اللي يتقربوا اليه كده بضعفهم وذلهم. هنا انا شكلتها زي ما انتم شايفين كده في الصينيه. طبعا عشان كميه العجوه ما قضتش معايا، بدات دي الشوكولاته اللي كانت فاضله معايا من فيديو البسكوت اللي كانت حطيت عليها فول سوداني. طبعا انا حطيتها في التلاجة فجمدت كده. طبعا خرجتها في ساعتها وسبتها 5 دقايق. هنا لما خمر وهبدا ادخله الفرن. طبعا حطيت شوكولاته في قلبها. الشوكولاته دي قطعتها وبدات اخد الكام كوره اللي فاضيين واحط فيهم الشوكولاته، اللي هي الكام كوره اللي فضلوا من غير ما فضل لهم حشوه عجوه. الشوكولاته دي كانت عباره عن شوكولاته محشيه فول سوداني، طعمها كان حلو جدا. الصاج انا مش بدينه اي حاجه، انا بسخن الفرن بتخش على حراره بحقق الحراره قبل ما ادخل دي اللي محشيه شوكولاته. طعمها حلو جدا. طبعا انا كنت حاسه كميه الشوكولاته بعد ما سويت اللي هي قليله، بس منها كانت متلجه فانا ما كنتش عارفه اتحكم فيها. هي مش متلجه قوي يعني، فكك شويه، بس طبعا في الفرن صحي زي ما انتم شايفين.
بدخلها بحقق الحرارة قبل ما ادخل الصينية، بكون مسخنة الفرن على اعلى درجة، بحطها في اوسط على اعلى درجة في الفرن. المعجنات الهشة لازم اعلى درجة في الفرن عشان تعلى معاكي. بوشها ببخاخة مية بسكر قبل ما بتخش، واول ما بتطلع بوشها بنفس البخاخة وبغطيها عشان ترد من حرارة الفرن. الطعم رائع، العجينة هشة ما شاء الله لا قوة الا بالله. بألف بألف ألف أهانة على كل اللي أكلها. طبعا أفضل الناس عندي أو أحب الناس هم اللي كلوها، وهم عارفين إن اللي هيسمعوا مني الفيديو ده. والله العظيم كان أسهل فيديو بعمله وأسهل معجنات عملتها فعلا والله.